عزيزي، تخيل نفسك صحيت من النوم كده في يوم عندك رغبة شديدة جدا في ان انت تاكل لك ورقتين او تقرقش حتتين طوب او مثلا حتى تاكل لك قطمة من صابون. الموضوع غريب مش كده؟ ده بالظبط بيكون حالة اللي يكون عنده متلازمة بيكا، وده موضوع حلقتنا اللي هنتكلم عنه النهارده. تابع معانا عشان تعرف ايه هي الحالة وايه هي المشكلة وهنتكلم عليها النهارده. عزيزي، موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن متلازمة بيك. متلازمة بيكا دي هي عبارة عن إن هي يكون رغبة شديدة جدا إن يكون عند الشخص إن هو ياكل حاجات مش مفروض إن هي تتاكل، حاجات غريبة ومضرة زي الطباشير، الإزاز، حتى المسامير أو حتى صابون أو أي حاجة بيكون مضر. ودي بتكون حالة موجودة أكتر عند الستات الحوامل أو الأطفال الصغيرين أو حتى الناس اللي بيكون عندهم مشاكل نفسية أو عندهم نقص مثلا في العناصر الغذائية معينة. علي النعمة انت بتتكلم صح طبعا. من اسباب الاصابه بالمتلازمه دي زي النقص الغذائي، مثلا لو في مثلا عناصر غذائيه زي الحديد او الزنك، النقص في العناصر دي ممكن الجسم عشان يعوضها بيخلي الانسان عنده رغبه في انه ياكل حاجات غريبه زي دي. وكمان في الغريبه ان بيكون في عادات وثقافات في بلاد معينه بتخلي الانسان او هم من ثقافتهم ان هم ياكلوا حاجات غريبه زي الطين مثلا. وكمان الستات الحوامل بسبب التغيرات الهرمونيه اللي بتكون موجوده عندهم ممكن ياكلوا حاجات غريبه زي دي. وكمان الناس اللي بتكون متعرضة لصدمات نفسية أو عندها مشاكل نفسية. وكمان برضو الأطفال ساعات بيبقوا هما الموضوع بالنسبة لهم زي عبارة عن لذة معينة. برافو عليك. وعشان أقدر أقول إن الشخص ده عنده المتلازمة دي فعلا لازم تكون الأعراض اللي هنقول عليها دي بيكون عنده مدة كبيرة ما تقلش عن شهر، زي إن هو بياكل حاجات غريبة زي المسامير أو الإزاز أو أي حاجة زي ما إحنا قلنا. المهم إن ما يكونش حاجة صحية أو إن هي حاجة مش هتكون مضرة فهتلاقيه بياكل. وإن هو هتلاقي عنده مشاكل في المعدة زي الإمساك أو الانسداد. وهتلاقي عنده مشاكل في التغذية بتاعته أو نقص في العناصر الغذائية بسبب طبعا سوء التغذية. برافو عليك. طب احنا بقى ازاي نحل المشكله دي؟ مبدئيا لو هو بيكون عنده السبب او ان هو يكون سبب في الاصابه ان هو نقص العناصر الغذائيه، فساعتها ان اللي يكون الدكتور بيكتب له على مكملات غذائيه المفروض ان الحاله دي تاخدها. وكمان ساعتها بنستخدم العلاج السلوكي المعرفي عشان نغير السلوكيات ديت ونبدلها بسلوكيات تانية، وان هو نعلمه ازاي يقدر يسيطر ويتحكم في السلوكيات الغريبه دي. وكمان طبعا لو هو بيكون تدخل الطبي عشان ان هو بيحصل مشاكل او بتسبب نتيجه عنده مشاكل زي ما احنا قلنا التسمم او مشاكل في المعده عموما، فساعتها لازم يكون تدخل طبي عشان يكشف ويشوف الموضوع يبقى عامل ازاي او الدنيا ماشيه ازاي. وكمان طبعا دور الاهل هنا دور كبير جدا في التشجيع وان هم يتفهموا الفكره وان هم يشجعوه ان هو يقدر يتعالج او يتعافى مع الموضوع ده. يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ وفي النهاية الموضوع مش مجرد ان هو حاجة غريبة، بالعكس ده هي مشكلة ولازم مشكلة حقيقية ولازم طبعا تهتم بيها وتتعالج لو عندك حد. وفي النهاية كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقة. سلام.